السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني وأصدقائي ومشتركين في القناة، شكرا لدعمكم. كلام كمل حلو. هنا نجيبه دايرين كيكة اللافي. كيكة اللافي اللي محشية بالكاسترد. حاجة بصراحة مش قادرة حتى بالكلام نوصف لكم شنو طعمها أو كيف. آه غير أي كيكة، غير أي ميني كيكة ممكن تاكلي. جربي ومش هتندبي. هنا نبو 3 صفارات بيض، نبو كباية، نص كباية دقيق تكون ناقصة شوية، نبو ربع كوباية زيت. يعني شوفوا ربع، ما شيء، ما فيها شيء، يعني تقريبا 30 جرام 40 جرام زيت، و40 30 جرام ملي جرام حليب. يعني ربع كوباية ربع كوباية. الناس اللي تبغى يمشي بالجرامات هنكتب في صندوق الوصف نقطة بالجرامات، والناس اللي تبي تمشي بالكوباية زي ما أنا مسهلتها لكم تمشوا بالكوباية. أنا حطيت هنا الحليب على الزيت، وهنا نجيبوا الدقيق نغربلوه. أهم حاجة خطوة التغربيل، ضروري جدا 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 في أي ميني كيك تبي تديريه، لأنها يعطيها فوليوم. التغربيل يعطي فوليوم، يغير من هشاشية الكيكة. هنا هننزلوا صفار البيض كله، والشغل انتبهوا كله باليد مش بالمضرب. اشتغلت بالمضرب اليد، خلطته كويس جدا جدا جدا. وأهم خطوة في بعد التخليط كويس إنك تجيبي صفاية وتصفي آه الخليط اللي درتيه هذا، عشان أي تكتلات، وعشان يطلع لك سوفت. الكيك سوفت جدا جدا جدا، هيطلع سوفت لدرجة انك انت مش هتتخيلي بجد انك انت درتي الميني كيك هذا. هنجول للخطوة الثانية، نحتاج فيها المضرب الكهربائي، وثلاث بياض دحي، و45 جرام سكر، يعني ربع كوباية سكر. نحتاجون نضرب أول حاجة بياض الدحي قبل نيني قد فوليوم مع الجرام يعني نقطين 3 الليمون، المي حصير الليمون، ونحطه رشة بسيطة ملح. طبعا هذا يساعد على المارنج إنه يكون ثابت. هنضربه المارنج، وبعدين نقعد نضيفه السكر شوي شوي. أنا هنا سرعت الفيديو شوية عشان الخطوات يعني ما يطولش الفيديو عليكم، وإن الخطوات يعني سهلة جدا. حطينا السكر على على البياض تم مارنج، تمينا نضيفه فيه شوية شوية ونخلطوه على الخليط السابق بالطريقة هذه. وهنا أنا ضفت جرام واحد، يعني حاجة بسيطة بيكنج باودر، عشان نجاح الميني للناس المبتدئة في أول هو أنا في العادة ما نحطش فيه، بس أنا حطيت هنا للناس المبتدئة. هنضربه بيدي مظبوط مظبوط. هنجهزوا الكاسات، طبعا ما يبانش أي دهن، ما يبانش أي حاجة، ده الكاسات الورقية. وهنعبوهن الخليط للكاسات الورقية كلهن. عبيناهن، نكون مسخنين الفرن على حرارة 130 درجة، منبوش أكثر من 130 درجة. وهتاخد في الفرن لمدة 50 دقيقة على 130 درجة من فوق وتحت عادي. وبعدها تزيدي الحرارة عند 150 درجة، وتخليها برضو 15 دقيقة. يعني في الأول هتحطيها 130 درجة عليه، حرارة 130 درجة لمدة 15 دقيقة، 50 دقيقة. وبعدين يعني تقريبا الكل ياخذ ساعة في الفرن، لأن الحرارة لازم تكون ضعيفة جدا على مهلها. هنجو هنا لمرحلة الكستردة. مرحلة الكستردة سهلة جدا جدا. هنحطوا نبو هنا للكستردة صفار بيضتين، نبو كشكين أو 3 سكر حسب حلاوة اللي انت تبيها الكستردة، نبو نشا كشكين، ونبو حليب كوباية. هنحط طبعا الصفار على النشا على السكر على الفانيليا، طبعا شوية فانيليا، وكشيك دقيق. ضروري كشك الدقيق هذا ضروري منه. ونحطه 170 تقريبا ملي حليب، يعني كوباية ناقصة شوية، كوباية ناقصة شوية. هنخلط أولا زي ما قلنا الصفار مع السكر مع النشا مع شوية الدقيق، ونقعد نحط الحليب كله بارد على البارد ها، ونحطه توا الحليب ونخلطوه نين يذوب، ونحطوه على النار نين يتماسك. أول ما يتماسك تفضيه في صحن، وتحطي عليها كشيك زبدة من فوق عشان ما يديرش الوجه قشر. هنحطوا عليه الزبدة ونخلطوها من فوق هيك شوية بشوية، الزبدة يدوب. أول ما ذابت الزبدة نخلطوها مع الكستردة ونردوا
ونرد ونحطوها في الثلاجة أو في القمع ونحطوها في الثلاجة. طبعا أنا استخدمت الزبدة هذه في الأول كشيك حطيناه بلوة، وتو خليط حاجة بسيطة عشان الوجه بس، عشان ما يديرش قشرة. ضربناه، وبعد ما ضربناه برد الكاستردة وطلعت معانا الكيكة. جبت نص كوباية كريم سائل، ضربتها نين تمت كريمة، يعني كريم سائل. ضفت على الكاستردة، وهذه اختيارية، تبي تحطيها حطيها، تبيش تحطيها عادي. أنا هيك خلطت الكريمة مع الكاستردة اللي جهزناه من بدري وسقع، أهم حاجة يكون سقع. نجي هنا بكشيك بموس اللي انت تبي، ديري خرم بسيط في النص بالطريقة هذه، وتكوني معبية الكاستردة في قمع التزيين، وتعبينين تحسي إنها انتفخت. انتي تعبي فيها تحسي الكيكة من جوا انتفخت وإنها سدها. على فكرة طعم الكاستردة هذا سمح، حتى ممكن اللي يزيد توكليه لعيالك هتحبي الفكرة بكل. فتوا خذينا السكر ناعم للتزيين، زينا الكيكة من فوق، رشينا عليها شوية. شوفوا لي هالانسجام، هالشكل اللي لا يقاوم. شوفوا 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 شوفوا، أنا نفتح بربي. لو جربتوها وتذوقوها هتشكروني شكر، لأنها من أجمل أنواع ميني كيك اللي ممكن هتجربيها، والطعمة تاخذك لمكان أخرى. صدقوني جربوها ومش هتندموا. ميني لاف، بجد اسمها ميني لاف.